السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة وبأمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك، دعم للقناة. أخوكم أبو عمر كورة عالمية. طبعا زلزال ويعني كوارث، هزيمة منتخب مصر أمس وهزيمة الزمالك وتعادل الأهلي اللي احنا قلنا عليه تعادل بطعم الهزيمة، تعادل بطعم الخسارة. طبعا اتحاد الكرة أعلن إنه هيجتمع لمناقشة مصير محمود جابر مدير منتخب او المدرب او المدير الفني لمنتخب مصر للشباب. مش محتاج اجتماع، كده كده محمود جابر ماشي، مش محتاجه اجتماع. فشل ذريع طبعا في جميع الاعمار، كبير وصغير وشباب، وخروجنا طبعا من السنه اللي عدت من كل البطولات. ف منتخب مصر للشباب ودع البطوله طبعا بلا هدف، على فكره في القاهره، وبلا هدف، نقطة واحدة. الأهلي وخسارة الأهلي أمس بنقطتين هامتين، يعني تعادل نقطة، كان يعني لو فاز الأهلي كان عنده أمل كبير في الصعود، وهو ما زال الأمل موجود، ولكن صعبت شوية، في صعوبة في الصعود. فالأهلي علشان يصعد على الأقل يتعادل مع صن داونز في صن داونز، هو لازم يفوز. التعادل كمان ممكن ما يأهلوش كمان، يعني في لعبه كده هو ممكن تحصل ما بين، طبعا زي ما قلنا قبل كده، بين صن داونز والهلال، لان الهلال هيلاعب صن داونز في السودان. لو احنا ما فزناش على صن داونز في جنوب افريقيا، صن داونز هيكون ضمن الصعود، وعنده مباراه قبل الجوله الاخيره مع الهلال في السودان. لو حصل تلاعب يبقى كده والهلال فاز على صن داونز، حتى لو الاهلي فاز في مباراته كلها كده الاهلي مش هيصعد. الاهلي عنده مباراه يوم السبت اللي جاي مع القطن الكاميروني، لو فزنا 4 نقاط الثلاث بعديها ب3 ايام هنلاعب صن داونز. هزيمه لا قدر الله بنسبه 90% خرجنا، بنسبه 90% خرجنا. فلازم الاهلي يفوز في مباراته اللي جايه، الاربع المباريات اللي جايه كلها، لان اي تعثر او اي هزيمه من صن داونز معناه ان احنا يعني اكتر نقاط 10، يعني 10 نقاط، يعني احنا عندنا نقطه، عندنا اربع مباريات لازم ناخد فيهم على الاقل يعني 10 نقاط تاني. طبعا امس شفتوا الاخطاء الدفاعيه، اخطاء دفاعيه بالجمله. كولر قرر رسمي انه يوم الثلاث عنده مباراه هامه مع الداخليه، لا مش هيرتاح، مباراه هامه مع الداخليه في الدوري، هيغير الدفاع بالكامل. على فكره لو انتوا حسبتوا في اخر 7 مباريات، 4 في كاس العالم للانديه، وعندك مباراه الهلال السوداني ومباراه اسوان والمباراه دي، 7 مباريات دخل في مرمى الاهلي 11 هدف، 11 هدف كمان واربع ضربات جزاء. ده يوضح لك سوء دفاع النادي الاهلي، دفاع سيء مع وجود محمد عبد المنعم. ولكن ما انا قلت محمود متولي ضعيف، محمود متولي بطيء، لازم واحد مع محمد عبد المنعم، ومحمد عبد المنعم لازم يتقعد معاه. محمد عبد المنعم عنده ثقه زياده عن اللزوم، وهو مدافع قوي جدا ومن احسن المدافعين كمان في افريقيا، ولكن عنده ثقه زياده، عنده ثقه زياده. مش عايز نبرر الاخطاء اللي حصلت، انا قلت انت المفروض ربنا كرمك وتقدمت 2-1 هنزل حمدي فتحي، هو حمدي فتحي بس ينزل نص الملعب، يأمن نص الملعب. ولكن كولر عنده شيء خطأ. ايه هو الشيء الغلط؟ هو مدرب كوفي جدا، ان هو بيلعب دايما هجومي، يعني الدفاع ضعيف، لابد من تحسين الدفاع، لابد من تحسين الدفاع. انا يعني انت فايز أأمن، مش عيب ان انا أأمن قدام فريق قوي زي صن داونز. فالاهلي ما عندوش حل الا انه يفوز في المباريات اللي جايه كلها، زي الزمالك برضو بقى عنده امل وحيد الفوز في ال3 مباريات على فكره الزمالك. لكن الاهلي عنده امل ان هو يفوز في ال3 ويتعادل، بس تعادل مع مين؟ مع صن داونز، مع صن داونز. وان كمان صن داونز والهلال في السودان على الاقل يحصل بينهم تعادل. طبعا بجانب ان الاهلي يفوز على الهلال هنا ويفوز على القطن هنا وهناك، الاهلي عندهم هم صعب جدا يفوز على الاهلي الهلال هنا، القطن الكاميروني هنا وهناك. الزمالك فرصته صعبه جدا، الزمالك هيلاعب يوم السبت، يوم الثلاث اللي بعد اللي جاي، الثلاث اللي بعد اللي جاي هيلاعب لسه الزمالك عنده، هيلاعب شباب بلوزداد في
هيلاعب الترجي في القاهره، يعني لو فاز يبقى 4 نقاط، عنده شاب بلوزداد في الجزائر لازم يفوز، مفيش امل لازم يفوز. وعن طبعا المباراه الاخيره مع المريخ في القاهره. فالزمالك عنده مشاكل كتير، وكمان مشاكل الزمالك ان طبعا حبس المستشار مرتضى منصور. مش عايز اتكلم كتير واقول ان سقوط مرتضى منصور انتصر العدل لكل ظالم نهايه. وانتوا عارفين قناه الزمالك كانت بتعمل ايه، ومرتضى منصور كان بيعمل ايه، اللوائح والقوانين حبست مرتضى منصور، الا بقى لو في قوانين جديده بقى اتعملت كده وطلعت مرتضى منصور. مش عايزين نتكلم في كتير ان المستشار هتك اعراض وشتم وسب كتير على السوشيال ميديا. فاخيرا انتصر الحق والكل مظلوم، والكل ظالم نهايه. طبعا قلنا ان امس ان مين هيدير نادي الزمالك، اعلن ان النائب سليمان وهدان هو من يتولى اداره نادي الزمالك، ولكن مجلس اداره نادي الزمالك واحمد مرتضى منصور رفضوا ذلك، وقالوا ان احنا عندنا مجلس اداره المجلس الاداره هيجتمع ويقرر مين اللي يمسك لحين انعقاد طبعا الجمعيه العموميه. اللي يقول عليه المجلس الاداره هو اللي يمسك، بس احتمال كبير خلاص يعني النائب سليمان ودان هو يمسك نادي الزمالك. يا جماعه في حاجه عايز اتكلم عليها. طبعا امبارح احمد بالحاج لعب في نادي الزمالك. انا اتكلمت بقول لك ليه الاهلي بيتدخل في الموضوع ده. لعب طبعا، ما دام لعب يبقى لعب قانوني، لان الاتحاد الافريقي ما بيهزرش. لو عارف ان احمد بالحاج غير مقيد مش هيلعب، ولكن طب اتأيد ميتة، واحنا قلنا قبل كده اتأيد ميتة. احنا قلنا ان القيمة الافريقية اتبعدت قبل يوم 31، واحمد بالحج اتأيد يوم 22/2. طب كيف اتأيد؟ اكيد طبعا وليد العطار هو اللي عمل كده. وليد العطار طبعا ما اللي زور عقد كهرباء واللي زور عقد الجزيري واخفى الخطاب هو يعمل كده. طب ليه انا بقول لك كده؟ لان اساسا بالبيانات وكله على السوشيال ميديا ان الاتحاد المصري، اتحاد الكره المصري اعلن رسميا انه لم يسجل اي لاعب من 3 في نادي الزمالك، ولم يسجل احمد بالحج، والبيان موجود والتسجيل طبعا تم تسجيل. قلنا احمد بالحج يوم 22. يبقى كيف احمد بالحج لعب الا اذا كان وليد العطار او حد من اتحاد الكوره سجلوا اللعيبه دي، وسجل احمد بالحج قبل 31 يناير. طب كيف انت سجلت قبل 31 وقلت وطلعت قلت ان مفيش اي لعيبه استسجل في نادي الزمالك؟ من الاخبار عندنا اخبار العالميه. ليفربول التعادل امس، سيتي فاز وارسنال فاز. ارسنال طبعا فاز خلاص الاول في الدوري. عندك ريال مدريد تعادل مع اتلتيكو مدريد، وكله بيلعب لصالح برشلونه. في حاجه طبعا رونالدو يسجل ثلاثيه امس امام دمك مع النصر السعودي، ويصنع التاريخ. ارقام استثنائيه صراحه لرونالدو، 8 اهداف سجلهم في الدوري السعودي في غضون 5-6 مباريات فقط لا غير. يعني ساهم في 10، سجل 8 وصنع هدفين. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه. لايك وشير ودعم لاخوكم ابو عمر الكره العالميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.